صلوا على النبي. أنا محمد الجابري. وتلك حكاية مصر. الملك خفرع هو أحد ملوك الأسرة الرابعة في مصر القديمة، وحكم مصر في الفترة من 2520 إلى 2494 قبل الميلاد. يعتبر خفرع من أهم ملوك مصر القديمة. قام خفرع ببناء هرم خفرع في الجيزة، الذي يعد ثاني أكبر هرم في مصر بعد هرم خوفو. شهدت مصر في عهد خفرع توسعا في التجارة مع الدول المجاورة، مما ساهم في تعزيز الاقتصاد المصري. كما تميز عهد خفرع بالاستقرار السياسي، مما ساهم في تعزيز قوة الدولة المصرية. ترك خفرع تراثا معماريا كبيرا، حيث قام ببناء هرم خفرع ومعابد أخرى، كما أنه ترك تماثيل في غاية الدقة والجمال. كان لخفرع تأثير كبير على التاريخ المصري، حيث ساهم في تعزيز قوة الدولة المصرية وتوسيع تجارتها. شهدت مصر في عهد خفرع استقرارا اقتصاديا،